قناه السويس ورئيس لجنه التعليم بالمجلس الاستشاري للمحافظه اللي كونه سياده المحافظ، صح كده؟ اهلا وسهلا بحضرتك، برحب بيك. استاذ احمد عيد مدرس اول الرياضيات بمدرسه الحريه بالسويس، برحب بحضرتك معانا واهلا وسهلا بيكم. خلونا في الاول كده نبدا بالتقرير اللي اعدته الزميله ناهد عبد الفتاح، دائما في كل موضوعاتها بتبقى على راس المحافظات. عايزه اعرف رايك ايه ومن وجهه نظرك ايه في هذا الاضراب؟ وانت مع ولا ضد؟ هو في البدايه دعينا ان بس نؤكد ان احنا يعني ضد الاضرابات والاعتصامات الفئويه من زمان ومن فتره طويله، والمعلمين كانوا متفهمين ان البلد في مرحله انتقاليه، وان احنا فعلا ما حاولناش نمارس ضغوط على الحكومه عشان ما تضطرش بقى تقترض وما تضطرش تخش في املاءات من الخارج، واحتفظنا بهذا الامر. ولذلك احنا يعني اخر الناس اللي اضربت. واضربنا ليه؟ اولا حضرتك احنا دفعنا لذلك. مبدئيا احنا تحملنا وسكتنا لان كل الفئات. انا هقف عند دفعته لذلك ليه؟ اقول لحضرتك لان كل الفئات حضرتك اضربت، كل الفئات ارتفع مرتباتها، حصل تضخم. انا عمل لي اثر سلبي عليا. انا مرتبي ثابت زي ما هو، المرتبات الثانيه بتزيد قصادها الاسعار، انا بأضار. مدرس اول رياضيات ايه، اعدادي ولا ثانوي؟ مدرسين معلمين اللي عايز يشارك ويقول رايه برضه في الملف اللي احنا فاتحينه، يا ريت. انت منتظره حضرتك ان مدرس بياخد 1200 جنيه بعد 22 سنه، المدرس الحديث بياخد 300 جنيه، 1200 جنيه يعيش ازاي؟ ولا هو بيعتمد على ان المدرس المفروض يستكمل راتبه واجره؟ عارف ان المدرس بيدي دروس خصوصيه، بس ما بالك بقى لو ما بيديش زي تربيه رياضيه مثلا. في شريحه كبيره ما بتديش نتيجه الماده، في شريحه برضه يعني دروسها على قدها، يعني هم دول اللي خسرانين اكتر. وبعدين حضرتك ليه انا شغال في وزاره محترمه المفروض هي اللي تديني راتبي، ليه انا اخد راتبي من طفل عندي؟ يعني ليه الولد هو يعني انتوا لما تاخدوا ده هتوقفوا الدروس الخصوصيه؟ انا في شريحه كبيره. اقول لحضرتك حاجه، الدروس الخصوصيه بس بحسبه بسيطه، سيبك من النسبه اللي هي لا تتعدى 5% اللي هي مش هتتوقف لان دخلها ضخم جدا، لكن المدرس العادي هو ضخم عادي. المدرس العادي، انا مدرس اول حضرتك، دروس الخصوصيه في اي ماده لا تتعدى 2000 جنيه في الشهر، وهذا يعني لو حد ولي امر وتتحسب ال 2000 جنيه حضرتك عشان اعدادي يعني. ماشي انا بتكلم ما شاء الله يتعدى ال 50 اعدادي احنا اكتر 800 و1000 جنيه حضرتك. 2000 جنيه في الشهر في 6 شهور بس، يعني معدل 1000 جنيه في الشهر على مدار السنه. يبقى انا الدروس بتدخل لي 1000، لو حسبناها من 6 شهور على ال 12 بتدخل لي 1000. لما انا يجي لي ال 1000 جنيه دوت، ليه اسيب بيتي وليه اسيب ولادي؟ انا عايز اربي ولادي، عايز اقعد جنب ولادي، عايز ابقى زي اي موظف في الدوله بيروح الساعه 3 البيت ويقعد. ليه اشتغل عمل اضافي؟ طب حضرتك احنا اشتغل عمل اضافي عشان المدرسين ما بيشرحوش في المدارس؟ لا، عمل اضافي عشان اكل حضرتك، عشان اكل ولادي. لا انا بتكلم عن وجهه النظر الاخرى، ان ما بيشرحوش في المدارس. اولياء الامور برضه بيدوا يا عيني وبيجوا على نفسهم ومش لاقيين طب ما انا ولي امر حضرتك. ما انا بكلمك برضه، بقول لك لان في مدرسين ما مش بتكلم عليك شخصيا، انا بكلمك على في برضه نسب موجوده في مجتمعنا. هو حضرتك اقول لحضرتك المدرس ما تنكرهاش، ما ينفعش ان انت تنكرها. ده هيبقى القله في كل مجال هتلاقي في كل منحرف. لكن احنا هنقول حضرتك ان انا بيتابعني المدرس، اي مدرس بيتابع المدرس الاول والموجه واداره المدرسه في الشغل داخل المدرسه. وبعد ذلك لذلك انا اقول مثال بسيط، الاطباء مثلا، الاطباء ما بيشتغل في المستشفى وعنده عياده اخر النهار، وربما معلش المعامله في المستشفى تختلف تماما عن المعامله، ومفيش حد بيتابع، واحنا كلنا بنشوف الكلام ده. اشمعنى الاطباء بينظر اليهم نظره محترمه وان ضمه الطب بتاع المجتمع، والمدرس بيجرم؟ المدرس يعني اخر النهار معلش حضرتك عايز يستكمل راتبه، يشتغل عمل اضافي، يشتغل سواق تاكس ولا يشتغل ايه؟ ايه اللي بيجيده عشان يشتغلوا عمل اضافي؟ لو هو مش بيدي ماده بالفعل بياخد فيها يعني هيروح بقى يهين نفسه. ليه الولد يبقى الطفل اللي عندي الطالب بيبقى ليه يد على المعلم؟ قبل المستشارين اللي جم من الوزاره؟ لا حضرتك قابلناه. الماليات يعني او الموازنات الماليه مش بحس ان في حد سمعنا في تفاوض، يعني لو في تفاوض مع ان كنتوا في السويس رفضتوا، بس لقينا ما عندهمش اي جديد، مجرد جاي يعمل مسكنات، معهوش اي قرارات، معهوش اي صلاحيات. يعني اللقاء مع الوزير كلمه، لقاء جديد وحلقه جديده.